يا أهلين وسهلين، عملت معاكم اليوم طبق من أجنحة الدجاج. طبق كتير طلبتوه مني، وشكله بيشهي وطريقة صحية، وشوفوا ما شاء الله بيدوب والعظمة هيك بتطلع منه، وما شاء الله جربوه وشوفوا الوصفة للآخر وإن شاء الله تعجبكم، وكمان صحي ومكونات كتير بسيطة. ورح نبدأ إن شاء الله نقول بسم الله. عندي أول إشي هنا كيلو أجنحة دجاج. أنا شريته هاي فريش، أهم إشي يكون ممكن فريش، وإذا ما عندكم فريش ممكن تستخدموا مجمد. وراح أقصه بهاي الطريقة، أو ممكن تخلوه كامل، الاختيار اللي بدكم إياه. وبعدين راح أنقعه بمية وليمون وملح، وغسله كويس وأصفيه وأنشفه. بعد ما غسله، أنا هنا غسلته ونشفته، وهلا راح أوريكم التتبيلة كتير سهلة وبسيطة. عندي أول هنا فلفل أسود، وعندي توم، كله تحطوا معلقة صغيرة. وعندي هنا فلفل أحمر وملح وهيل أو بهارات مشكلة اللي عندكم موجود. وعندي معلقة عسل كبيرة أو معلقة عسل صغيرة اللي بدكم إياه، عشان هاي بتعطينا هيك اللون الحلو. وعندي هين معلقة كمان بندورة، وهنا عندي حبة ليمون عصرتها، معلقتين أو 3 زيت زيتون، ومعلقة زبادي. وبحركهم، أهم شي حركوهم كويس مع بعض لغاية ما تشوفوا كله اندمج مع بعض الخليط. أول شي تخلطوه كويس، بعدين بتحطوه على جوانح الدجاج. شوفي أنا كيف هنا خلطه عشان تاخد كل النكهات مع بعض، ويكون هين ما بيكون لما تحطوه على الدجاج على طول بيكون مثلا، بيكون يعني إشي إجا لإله وإشي ما إجا. هنا لما تكون الخليط خلص خلطوه كويس حياخد إن شاء الله الأجنحة كلها بتاخد التتبيلة. هنا تخلطوه كتير كويس، اللي عندكم وقت ممكن تخلوه يرتاح ساعة ونص ساعة، ما عندكمش وقت بتولعوا الفرن قبل وبتحطوه. وهنا أهم شي يكون الفرن سخن، بتصفوه هيك ما بيكون فوق بعضه، بيكون هيك جنب بعض، عشان أنا راح أفتح عليه الشواية. اللي عنده من فوق ومن تحت الفرن بيفتح من فوق ومن تحت. اللي عنده الشواية أنا حطيته من الشواية، وبعدين قلبته على الجهتين وتحمر وطلع ولا أروع. بصفيهم بهاي الطريقة، وبفتح عليهم الشواية من فوق وبقلبهم، ياخدوا تقريبا 20 دقيقة. وشوفوا ما شاء الله كيف بعد ما حمرتهم من فوق ومن تحت كيف شكلهم طلع مقرمشين ولونهم ولا أروع. وشوفي هنا زينتهم حطيتهم بالطبق، ممكن تستخدموا معاهم أي صوص بدكم إياه. أنا عملت صوص طحينية، وما شاء الله وشكلهم شوفي كيف طري واستووا بسرعة وشكلهم بيشهي. وإن شاء الله عجبكم الفيديو اليوم، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة. وإن شاء الله عجبكم الفيديو اليوم، نشوفكم على خير، والله معكم، مع السلامة.